اختفى وقت الهجوم على سوريا، ووجدوا نفقا سريا أسفل منزله. من هو ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق؟ بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، زادت التساؤلات عن شقيقه ماهر الذي اختفى بالتزامن مع الأحداث، وما زال مصيره غامضا حتى الآن. فمن هو ماهر الأسد؟ هو ثالث أبناء الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ولد في 8 ديسمبر عام 1967، ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، ثم التحق بالكلية الحربية، وتولى قيادة الفرقة الرابعة في الجيش السوري، الموكول إليها تنفيذ المهام الأكثر قسوة في سوريا. يرى نفسه الشخص الموكل بحماية النظام، هكذا وصفه خبراء ومحللون، الذين أكدوا أن ماهر الأسد لعب دورا كبيرا في الإدارة العسكرية للأزمة السورية منذ اندلاعها منتصف مارس 2011، إذ تولى رسميا مهمة الفرقة الرابعة المدرعة وألوية الحرس الجمهوري، كما أدار مجموعات الشبيحة، وهي فرق الميليشيات المسلحة المؤيدة لنظام الأسد. وفي الوقت الذي وصفه الخبراء بأنه الشخصية الأكثر قسوة، اعتبره آخرون الحامي الأول لسوريا. نشأ ماهر في طفولته بعيدا عن الأضواء، والتحق بالكلية الحربية، وبعد إتمام دراسته الجامعية بدأ في تدريباته العسكرية على خطى أخيه الأكبر باسل. تزوج من منال الجدعان، وهي امرأة سنية من مدينة دير الزور بسوريا، ومنذ زواجها تم تعزيز علاقاته التجارية مع النخبة السنية، وأظهرت فيديوهات متداولة من العاصمة السورية دمشق عن وجود نفق سري تحت منزله.